والجملة الساحرة والمقالة الثائرة والفكرة العاطرة، مع المبدعة الصغيرة التي تتلألأ في سماء محافظة دمياط، وقصيدة بعنوان أرض الكنانة، والطالبة أروى بدر مدرسة معاذ بن جبل إدارة دمياط التعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاولت أدرك سر مصر ونيلها، احترت في أمري وتاه دليلي، إن غبت عنها لا تفارق مهجتي حتى أعود إلى ضفاف النيل، فإذا أتيت فما أقاوم سحرها وتخر أربعتي من التبخيل. قارنت مصر بغيرها فتدللت وعجزت أن أحظى لها بمثيلي. ما السر مصر؟ ما السر مصر فمن سواك لعثرتي؟ هل من سبيل في شفاء عليلي؟ لك من هباء الشامخات إلى العلا في كل حقل مثبت بدليل. هذه الحضارة معجزات في الورى، عاقب الزمان بمثلها كبديل. رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. جاءوا بيوسف من غياهب ظلمته أرض العزيز فكان خير نزيل. من في الشدائد سواك مصر تكفلت بيت النبوة من عطاء نبيل. والنيل يتبع وحي منشئ قطره كالطير حين الوحي أعام الفيل. يحنو على طفل فنام بمهده، فلكم لنيلك من يد بجميل. في طور سيناء تجلى ربنا فوق